كعك العيد يا بسكويت. النهارده هنعمل مع بعض اجمل كعك عيد زي ما انتم شايفين كده. احنا هنا في الصعيد بنسميه المحشي بالسكر، فعشان تكونوا عارفين المسميات بتاعتنا هعملها معاكم بالطريقه الصعيديه، بطريقه امي وستي واجدادي. بتبقى طريقه حلوه جدا، اللي هي بالسمنه المقدوحه. وكمان السمنه انا عملتها معاكم، حولت السمنه النباتي الى سمنه بلدي زي ما شفتوا، هتطلع معاكم جميله جدا. مش هتحطوا اي روايح مع العجينه النهارده. وكمان هعملها محشيه بالعجميه زي ما انتم شايفين، الحشوه من جوه طريه وجميله جدا، طريقه حلوه وهتعجبكم. نبدا مع بعض على طول بالفيديو بالمكونات بتاعتنا. في البدايه كده هعمل العجميه معاكم علشان تبرد. هنجيب بالظبط معانا هنا 3 معالق من السمنه السايحه، ما تكونش ساقعه في التلاجة علشان ما تحملش معاكم وتاخد كميه كبيره. هنعمل بعد كده هنحط 4 معالق من الدقيق، وهنبتدي ان احنا نقلب كده مبدئيا زي بطريقه البشاميل. في البدايه بنعمل الطريقه دي، هنبتدي ان احنا نقلب زي ما انتم شايفين. وبمجرد ما نفضل نقلب ونشم بقى ريحه الدقيق ابتدت ان هي تطلع، ما نعليش عليها النار. اهم حاجه تكون النار وسط وايدك فيها باستمرار زي ما انت شايفه، علشان ما تاخدش لون وتتحرق معاكي. بعد كده هجيب معلقه صغيره من المحلب، طبعا المحلب اهم حاجه ان انت تطحنيه كويس جدا في الكبه. بعد كده هنحط مع بعض 4 معالق من السمسم و3 معالق من الفول السوداني الايه المجروش، اللي انا ضربته في الكبه ضربه بسيطه. بعد كده زي ما انتم شايفين هيبقى بالشكل ده. بمجرد ما يوصل اللون اللي هو هيبتدي يبقى بني، هجيب معايا هنا كوبايه من السكر بتاع الكنافه اللي هو تخين. هو من المفروض يبقى كوبايه من عسل النحل، بس طبعا عسل النحل هتبقى التكلفة غالية، فأنا استبدلته بإني أنا هعمل السيرب بتاع الكنافة وتحطيه عليها زي ما انت شايفة. تكوني كده من بعد الفطار قمتي وخلاص حطيتيه على النار، بيبقى تخين ما بيبقاش خفيف، ودي أهم خطوة. هتبتدي تقلبي لحد ما ياخد معاكي قوام متجانس زي ما انت شايفة. هو مش هيبقى تخين، يعني ما تسيبوهوش ينشف علشان ما يجيش يكرمل منك وينشف منك قوي. لا، احنا عايزينه يبقى طري كده، ولما تيجي تحشي بيه يبقى حلو كده. العجمية خلصت ونزلناها تبرد. هوريكم بقى الدقيق بتاعنا النهاردة اسمه روتانا، متعدد الاستخدامات، خاص بالمخبوزات. الوزن بتاعه كيلو كامل. تمام، ده دقيق قمح وبيبقى حلو جدا جدا مع المحشي. تمام كده. هنحط الدقيق بتاعنا ننخله كويس جدا مرة واتنين، مش عايزين يبقى فيه اي تكتلات ولا اي حاجة، وكمان عايزين ندخل الهواء. بعد كده هنجيب معانا 4 معالق من السمسم المتحمص، وبعد كده هتحطي رشة من الملح. بتحبي تكتري في السمسم كتري. هنجيب معلقتين نشا، وهنا هتديله طراوة وحلاوة جدا. بعد كده معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان رشة من ريحة الكحك، ومعلقة كبيرة من المحلب المطحون، مش أكتر من ذلك. طبعا مكونات حلوة جدا وفيها بعض الأسرار والتركات هنبدأ بيها مع بعض. السمنة اللي أنا عملتها معاكم طبعا هي سخنة جدا جدا، فنخلي بالنا من الأطفال، ما يبقاش أي طفل موجود جنبك لأن بتبقى بتغلي جدا. أنا سخنتها جدا بس مش لدرجة الحرقان. زي ما انتم شايفين اللون بتاعها حلو جدا، معنى كده ان هي ما توصلش معاكي لدرجة ان هي تبقى بتغلي. لا، يعني انا بمجرد ما حطيتها انا حطيتها على مرحلتين علشان بس ما تجيش تكب مني مرة واحدة. فانا حطيتها بالشكل التدريجي ده علشان تبقى ايه بالراحة. هنبتدي نقلب بأي حاجة، معلقة سيليكون بمعلقة خشب علشان ما تسخنش علينا. ونخلي بالنا كويس جدا واحنا بنقلب في المرحلة دي لان فعلا بتبقى سخنة. هنبتدي بالمعلقة كده او بالسباتولا زي ما انتم شايفين، وتفضلي ان انت تبسي فيها وتدخلي الدقيق مع السمنة وباقي المكونات كويس جدا. ودي خطوة مهمة. اهم حاجة ان كل ذرة دقيق تدخل فيها السمنة بالشكل اللي انت شايفاه ده، لان هي دي اللي هتديكي الطراوة وتبقى ناعمة ودايبة وجميلة جدا معاكي. تمام كده. كده انا هسيبها تبرد، وبعد كده هنعمل مع بعض الخميرة، لاني مش هينفع نحط الخميرة والسمنة سخنة، هتموت مننا ومش هتشتغل. هنجيب كوباية الا ربع من المية الدافية، عليها معلقة واحدة من الخميرة الفورية، وعليها معلقتين من السكر الحبيبات، مش اكتر من كده في الخميرة. هنبتدي ان احنا نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد كمية السكر ما تدوب تماما. ما تحطيش اي حاجة اكتر من الاضافات دي. هتشيلي معاكي الخميرة لحد ما تتفاعل معانا،
وبعد كده هنشوف البث بتاع الكحك. احنا وشغالين كده مفيش مانع ابدا ان احنا نغني يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. طبعا الصوت طبعا ضايع معايا، فبتبقى فرحته في طعمه. يعني كل ما بتبقي فرحانة انت وبتبثي فيه بالشكل ده، والراحة النفسية الجميلة اللي انت شغالة بيها هتظهر معاكي في الكعك بتاعك. يعني ما تبقيش متضايقة ومكشرة وقايمة من المواعين مش طايقة نفسك تروحي تخبزيه، لا هيطلع معاكي ناشف يا اما مش هيبقى تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الكورة بايدي لحد ما يعني خلاص كده اتكتلت معانا. هنشوف هنا بقى معانا العجمية بتاعتنا بردت وهسيبها علشان اشكلها، مفيش داعي يعني هتبقى كور صغيرة كده. الخميرة بتاعتنا خلاص اتفعلت تماما وممتازة. هنبتدي ان احنا مش نعجن، يعني احنا بنحاول نلم الدقيق لم بايدينا، مش تدعكي زي العيش، لا انت بتاخدي بايدك من الناحيه دي ومن الناحيه دي لحد ما تبتدي تلاقي ان هي ابتدت تتلم معاكي وتكتل، تبقى حاجه واحده. يعني ما بتبقاش تخينه ولا ان انت تقعدي تطلعي فيها عرق، لا احنا عايزين ان احنا نبسها برضو بس لحد ما تشرب كميه الميه اللي احنا حطيناها. انت شغاله كده لو حسيتي ان هي لسه محتاجه ميه اديها كمان ميه اكتر. يعني هو انا لسه هدي كمان كوبايه ميه تانية للعجينه علشان تطلع معايا مظبوطه. معلش هي ما ظهرتش معايا بس انا اخدت معايا للعجين كوبايتين الا ربع بالظبط. زي ما انتوا شايفين بنعمل تجربة هل هتشقق مننا ولا لأ. بتدوسي بإيدك كده ولو طلعت من الإجناب كده تشققات يبقى لسه عايزة تتخدم معاكي تاني. هنبتدي بعد كده كده خلاص هي مش محتاجة مني لا سمنة ولا دقيق ولا مية. العجينة كده مظبوطة اللهم بارك. وزي ما انت شايفة هي ما بتبقاش ماسكة في نفسها، هي بتبقى فيها التشققات دي، يعني ان هي بتبقى مفلتة نوعا ما من بعضها. تمام كده. بعد كده هنبتدي نكور بقى بالمرة. يعني انا هاخد الكيلو اكوره حتة واحدة. يعني زمان امهاتنا ما كانتش بتعمل كيلو، يعني كانت امهاتنا بيجيبوا المجور الكبير ويحطوا فيه شكارة دقيق كاملة، ومفيش بقى مقادير ولا المكونات ولا كله كده بالبركة، وبتطلع كانت اللهم بارك كمية من المحشي او الكعك جميلة جدا. ان شاء الله ان شاء الله يعني في اعياد اخرى باذن الله نعمل مع بعض شكارة دقيق كبيرة زي ما انتوا شايفين. انا خلصت كده معايا والحمد لله كورت الكمية بتاعة الكيلو كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبتدي بقى بالنسبة يعني التشكيل كل واحد وحريته والشكل اللي بيحبه. انا بحب الطبعات دي جدا جدا، بتبقى شكلها صغير اي نعم هي بتبقى محملة يعني بتبقى تاخد كمية كبيرة بس بتبقى حلوة جدا وشيك في التقديم، انا بحبها جدا. وكمان الطباعة دي معايا من سنين يعني من زمان، يمكن يعني حد منكم يعرفها. فأنا بحبها جدا بتديني الشكل ده. أنا بحس إن هو زي المعمول بتاع السعودية اللي هو الشكل ده. فعشان كده يمكن أنا بفضل الطعم ده لأني فعلا أنا بحب أي حاجة من روايح السعودية. تمام. فهنبتدي إن احنا نحط كتلة من العجين بتاعتنا اللي هي المحشي، وبعد كده نضغط بإيدينا كويس جدا ونقلب الطباعة على كفة إيدينا، وبعد كده هتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. عندك اشكال تانية اعملي بالطباعات اللي موجودة. وفي كمان طباعات اللي هي عاملة زي السلك كده بس انا دي للأسف ضاعت من عندي مش لاقياها. تمام كده. كده احنا بنعمل الاشكال اللي تعجبنا. وفي عندي كذا فكرة لانك انت ممكن تشكلي بيها، ممكن تشكلي بمعلقة تخرميها خرام كده تحت بعض، ممكن بغطاية ازازة برضو ممكن نفس الحكاية. فهيدي معاكي اشكال كتيره جدا. زي ما انت شايفه انا خلصت الصينيه الاولى بالطباعه اللي انا وريتها لحضراتكم في البدايه. هندخلها في الفرن، هنشغل الشمعه اللي تحت، مش هنشغل الشوايه ابدا، سواء في الفرن الغاز او في الفرن الكهرباء او في فرن البوتاجاز. ما تشغليش الشوايه، خليها تستوي على درجه حراره الشمعه اللي تحت بس. وتخلي بالك ما تخليهاش فتره طويله كمان علشان ما تنشفش منك. يعني دي خطوات مهمه. هشكل معاكم كده بالمنقاش الجميل ده. انا بحب واحده المحشي تبقى صغيره تتحط كده في البق مره واحده، ما تحطيش واحده كبيره وتيجي تقطعي فيها وتنزل منك كده بتبقى حاجه بايخه. لا انا باخدها صغيره بتحطيها مره واحده كده بتبقى جميله. اي حاجه صغيره في المخبوزات انا بحب اعملها بصراحه لان بتبقى شيك وحلوه جدا، ومره واحده كده بتتحط في البق مره واحده بتبقى جميله.
زي ما انت شايفة حلوة جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد كده أنا هوريكي الحشوة بتاعت العجمية أنا عملتها إزاي. هتفرديها بإيدك وبعد كده تحطي جواها الدايرة بتاعت العجمية، وبعد كده تقفليها كويس جدا دايرة علشان لما تسخن معاكي في الفرن ما تطلعش من بره. خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهندخلها الفرن. وزي ما انتوا شايفين اللون طالع جميل جدا ذهبي، التسوية بتاعته ممتازة. هعمل كمان معاكم واحدة بالطباعة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. اللي بيحب ان هو يعمل بالمنقاش بس مفيش مشكلة، بس دايما الطباعات بتاخد معاكي كمية اكبر في العجينة كاقتصاديا، يعني لان انا النهارده الطريقه بتاعه المحشي اقتصاديه جدا نظرا لغلاء الاسعار الزياده. عملت معاكم السمنه والعجميه، حابين تعملوا بالملبن، حابين تحشوها بعين الجمل، حابين تحشوها باي حاجه، يعني لكم مطلق الحريه. انا كده طلعت كل الكميه من الفرن زي ما انتم شايفين. ما تجوش ناحيتها دلوقتي، تبرد شويه وبعد كده نقدر نحركها علشان ما تدوبش مننا. يعني كده هطلع كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده في الطبق. كده هوريكم الشكل الجميل البسيط الحلو جدا والريحة الحلوة اللي في الخبيز النهاردة. كده انا هحط معاكم الكمية زي ما انتوا شايفين اللون جميل، وكمان التسوية بتاعتها حلوة من تحت حلوة جدا، والطراوة اللي هي فيها من جوه الحشوة بتاعتها حلوة جدا جدا وثابتة وطرية، يعني مش نشفت مننا لما دخلت الفرن، بالعكس. شايفين الدوبان، يعني هي دايبه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها كويس جدا. تمام. تمسكي الواحده كده اللهم بارك تحسيها جميله. النقشه بتاعتها ما ضاعتش الا انا عملتها بالمنقاش، ولا طبعا زي ما انتم شايفين اللي بالطباعات قاعدين زي ما هم. جميله جدا، وجربوها بالطريقه الجميله طبعا بالسمنه المقدوحه اجمل 60,000 مره بصراحه من الطريقه على البارد. انا عن نفسي بعشقها لان احنا اتربينا على الطريقه دي في الصعيد. طريقه كده تحسي ليها ريحه وليها طعم وليها جمال وكمان البركه. يعني النهارده طلعت معايا الكيلو الدقيق بالظبط وكوبايتين ونص من السمنة السايحة المقدوحة بالظبط تقريبا 3 كيلو. فعلا حاجة جميلة وموفرة، ومش ممكن تشتريها من بره اكتر من كده. انا هنزل معاكم السكر، انا بحبها بالسكر الكتير لاني بحس ان بيبقى طعمها حلو اكتر. تمام كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. طرية جدا ومش دايبة، دي اهم حاجة ان انت تمسكيهاش تدوب منك. طبعا انا هحطها بالنسبة للتخزين، انا مش هلحق اخزنها لان يا دوب هتكفينا، مش هتاخد معانا وقت. اما انتوا لو هتعملوا كميه كبيره هتضاعفوا المقادير وبعد كده تشيلوها في علبه وتكون محكمه الغلق وتشيليها طبعا في المطبخ زي ما انت عايزه. زي ما انتوا شايفين الجمال والطعم والريحه. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، واتمنى منكم دعوه بظهر الغيب ولكم بالمثل ان شاء الله. اختكم مروه بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وما ننساش اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كل سنه وانتم طيبين.